أهلا بكم مجددا متابعينا ومستمعينا في كل مكان. دكتور محمد جعيجة، أحد تلامذة الشيخ محمد الغزالي، أحد مرافقي الشيخ محمد الغزالي، كاتب الشيخ محمد الغزالي، الأستاذ بجامعة قسنطينة، الباحث والمفكر وصاحب العديد من المؤلفات والمشارك في الكثير من الملتقيات. مرحبا بك دكتور. الله اهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. أنت في سطيف. اهلا وسهلا ان شاء الله في الصيف، المدينه العاليه وستبقى عاليه ان شاء الله. عندما توجه لك دعوة من سطيف لا يقول لا أبدا. لا يمكن. لا يمكن. لا يمكن، لا املك الاراده ان اقول لا. لماذا يا ترى؟ ساحره. انها مدينه ساحره. أه. ساحره باهلها، ساحره بطبيعتها العمرانيه، ساحره بعلاقاتها الاجتماعيه، ساحره بثقافتها. مدينه ساحره بالمعنى المتكامل يعني. جيد دكتور، خاصة إذا تعلق الموضوع بالشيخ محمد الغزالي، بالأب الثاني بالنسبة للشيخ محمد جعيجة. نعم أي نعم، أعتبره أنه والدي يعني. والدي لحد الآن لا زلت أتلمذ ندى عرق الإبطين تاعو لما أحمله وأقوده إلى البيت. سبحان الله العظيم. لا زلت إلى الآن. سبحان الله حتى العظيم. أنهم أحيانا لا يفارقوني في المنام. أيه. كثير من المرات يأتيك في المنام. أي نعم. ربي يبارك فيه في الشيخ محمد الغزالي، لذلك أترك له هذا الصوت والصورة والاسم إلى غاية اليوم. هو الشيخ الغزالي، شوف، الإنسان يأخذ قسطه من القبول بقدر ما لديه من الإخلاص إلى رب البرية. كل ما تكون عندك منسوبك من الإخلاص مرتفع، كل ما يكون مساحة القبول عندك كبيرة جدا. وهذا الذي يتوفر عليه الشيخ الغزالي الله يرحمه. توفر على هذا الأمر. يملك من الإخلاص لله ما رأيت شخصا يوئد الرغبات الخفية النفسية الخفية والرغبات الذاتية، يوئدها في نفسه. لا تجد سبيلا لقلبه ولا لنفسه. رجل صحبي، أنا أعتبره رجل حضارة، رجل أسطورة بحد ذاته، أسطورة ما زالت معمياتها مجهولة إلى الآن، سيظل ذخيرة. وأفكاره كانت تسبق كثيرا زمانه ولا زالت إلى الآن. إلى اليوم. كل زمان ومكان إلا وتجد للشيخ الغزالي فيه فتوحات. سبحان الله. فعلا للشيخ الغزالي فتوحات إلهية. لأن الرجل كثير الزورات لكتاب، يعيش الليل مع النهار. القرآن يمشي في أوصاله، يمشي في عروقه، وهذا شأن القرآن. جاء يرفع أقواما ويضع آخرين. فهو من الذين يرفعهم الوحي، رفعهم الوحي. الرجل يتكلم بالقرآن، يتنفس بالقرآن، نبضات قلبه قرآن، كأن القرآن صفحة أمامه واحدة يقتات عليها، ينتخب منها ما يصلح ليرافق كلماته ومعانيه. دكتور، نحتاج اليوم إلى فكرة الشيخ الغزالي في حياتنا اليومية. طبعا الشيخ الغزالي هو وصفة عامة شاملة لكل علالنا في الزمان والمكان. ليس معنى ذلك أنه إنسان معصوم أو لا يخطئ خارق، ولكن الله سبحانه وتعالى يمنح، هذه هبات من الله. قل ثمنها الإخلاص. فالرجل فعلا هذا الذي أنا استخلصته كمعادلة بين الإخلاص والقبول. هناك علاقة تداخل كبيرة جدا. إذا أردت أن توسع مساحة القبول لدى الجماهير باختلاف أصنافهم، كما يتكلم أحد المتدخلين والدكتور الكبير الدكتور طيب برغوث، أن مساحة القبول عند الشيخ الغزالي مبهرة جدا. يعني تأسرك أن كل الأطياف، أنا أقول لك عشت معه، كل الأطياف يسحرها، كل الأطياف يأخذ بألبابها. هذه منحة إلهية للناس، لا أرى لها ثمنا إلا الإخلاص. وكان يحب الجزائر والجزائر كانت تحبه. هو يتماهى في الجزائر، هو يتماهى في الجزائر. الشخص الذي عاش سنوات هنا فريدا وحيدا، ليس له قرين، ليس له زوجة، كان يعتبر الجزائر هي المحراب بالنسبة إليه، ولا زال إلى الآن الشيخ الغزالي حي في ضمائر الجزائريين. كاين كثير من الجزائريين لما تقول له الشيخ الغزالي يبدا يبكي. صحيح. كاين الشيخ لما يشوفني يقول لي إني أشم فيك رائحة الغزالي. ما زالوا لحد الآن يتلمسون، يستنشقون أثير الشيخ الغزالي. نعم. الشيخ الغزالي أنا الآن أعتبره أنه معادن خام تحتاج إلى مؤسسات لتحريكها صناعيا. لذلك هذا الملتقى جاء في هذا الإطار دكتور. نعم،
وهو أن نلفت الانتباه أن الشيخ الغزالي ترك لنا ميراثا يشكل مادة خام في أكثر من جبهة، في أكثر من حقل معرفي، في أكثر من نظام. فالشيخ الغزالي يحتاج الآن إلى أن ننتقل من مرحلة الكلامولوجيا، مرحلة النظرية في التعاطي مع المشروع الغزالي النهضوي الحضاري الفكري، إلى إحداث مؤسسات تعنى بفكر الشيخ الغزالي وتنزل أفكار الشيخ الغزالي إلى مرحلة التمثل، مرحلة التطبيق، مرحلة العمل بها في الواقع، ومعالجة كثير من عللنا وتشوهاتنا في مجالات الحياة المختلفة. لذلك جاء موضوع هذه الدورة أو هذه الطبعة مشروع التغيير في فكر الشيخ الغزالي. دكتور، مهم جدا هذا الموضوع طبعا، والشيخ الغزالي يركز على هذا. ما أهمية التغيير؟ نعم، لأن النهضة تبدأ بالتغيير، التجديد يبدأ بالتغيير، الحضارة تبدأ بالتغيير، الإنسان لا ينمو إلا بالتغيير. كل شيء، كل الكون مبني على نظرية التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما كان الله مغيرا نعمة أنعم بها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ناموس التغيير قانون إلهي غائر في كل معميات الكون، بما فيها الإنسان والحيوان والجماد والنبات. على ما ركزت في مداخلتك دكتور؟ ركزت أنا أن حاولت أن أستجمع رؤية الشيخ الغزالي إلى إحداث، إلى تحويل النهضة من كلام وقراءة نظرية إلى مؤسسة. تتحول النهضة إلى مؤسسة لها مشروعها، لها برنامجها، لها منهجها، لها آلياتها، لها وسائلها، في ظل متغيرات المرحلة، الزمان والمكان. مهم جدا المؤسسات والجمعيات دكتور في حياتنا اليوم. الذي فشلنا به أننا نفتقر إلى مؤسسة العمل. الدعوة، أنا لحد الآن أعيش حيرة ودهشة منذ أمد، أن الدعوة التي هي أول فجر نزول الإسلام ونزول الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا به نتأخر إلى آخر هذا القرن لنؤسس ما يسمى بعلم الدعوة. بل هناك بدأ الحديث عن مدخل لعلم الدعوة. الدعوة التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم رحلته هذه الخالدة، فإذا به نتأخر نؤسس لها علما. هذا الأمر والله يحتاج إلى إعادة نظر في التعاطي مع الوحي، في التعاطي مع مقاصد الوحي، في التعاطي مع أهداف الوحي الاجتماعية، الفردية، النفسية، الروحية، العقلية، الفكرية، الحضارية عامة. دكتور، إذا اليوم مطالبون أكثر بتشجيع هذه المؤسسات والمراكز والنوادي. التغيير لا يمكن أن ينطلق إلا إذا انطلق من المؤسسات، ونظام المؤسسات معروف. يبدأ بمشروع بتخطيط، يبدأ بتحديد الإمكانات، يبدأ بتحديد المسارات، يبدأ بتحديد الكفاءات، يبدأ كل هذه تنتظمها هندسة دقيقة متكاملة متموضعة في كل حاجة في مكانها الدقيق لتحصل لدينا الإقلاع الحضارية المنتظرة. متفائل بالمستقبل يا دكتور، على الأقل في بلادنا؟ أنا متفائل كما الشيخ الغزالي متفائل، والذين يبرحون بأن الشيخ الغزالي متشائم، أقول لكم الشيخ الغزالي 50% متشائم 50% متفائل، وقد تجلت ذلك في كثير من حواراته. أجمل طرفة حدثت لك مع الشيخ الغزالي، ذكرى تحتفظ بها إلى اليوم لا تنساها أبدا؟ 5 سنوات من الذكريات. 5 سنوات؟ 5 سنوات مرافقة يومية. 5 سنوات من الذكريات. ولهذا أهم حاجة أنني كنت أراهن أن أسبقه إلى الجامعة على الساعة 7 قبل كل الجماهير التي تفد إلى الجامعة من موظفين وأساتذة وغيرهم. كان هو الأول. سبحان الله، يأتي قبلك إلى الجامعة. قبل الجميع. قبل الجميع. صلى الله على سيدنا. شكرا لك دكتور محمد جعيجة، الأستاذ بجامعة قسنطينة. مركز شهاب، نتمنى له إن شاء الله مستقبلا زاخرا وسعة إن شاء الله في العمل، وإمدادا من الله أولا، وإمدادا من الصالحين ومن المفكرين ومن الدعاة المخلصين إن شاء الله، ويكون له مستقبل ظاهر في على مستوى سطيف، بلد النسيم، بلد الهواء ونحن نعيش ذكرى 8 ماي دكتور. بالمناسبة أيضا لا ننسى هؤلاء الرجال الذين ضحوا من أجل أن نعيش اليوم. هذا تماهي بين الغزالي والتاريخ، لأن الغزالي هو في حد ذاته صفحة من التاريخ. صح.
شكرا لك. الله ألقاك يبارك فيك. بخير. الله يفتح عليك.